أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم، قناة ماجيك مايك للرياضة. في هذه الحصة سوف نتحدث على تصريحات قيس اليعقوبي مدرب المنتخب التونسي. تصريحات غريبة. قيس اليعقوبي اللي قال أن مزدوجي الجنسية سواء من الجزائر أو المغرب يأتون إلى فرقهم الوطنية طمعا في الأموال وليس طمعا في اللعب لمنتخباتهم الوطنية. أنا كجزائري سوف أتحدث على منتخب بلادي الجزائر. نترك أمر المنتخب المغربي للمغاربة اللي ردوا عليه على المدرب التونسي. أنا راح نرد له كجزائري على بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، ونقول له يا سيد يعقوبي، نورمالمون تحكي على المنتخب التونسي فقط، ودعك وشأنك من الجزائر أو المغرب، لأن الشؤون الداخلية للجزائر أكبر من أن تتحدث عليها أنت. أنت أصلا مدرب فاشل. كون ما جيتش مدرب فاشل ما تلقيش فشلك على الناس اصلا. ولو حتى الجزائر نفترض يعني الجزائر جابت اللاعبين المغتربين وعطاتهم اموال، وانت اصلا في واش راح يضرك في الامر هذا؟ مثلا سيدي، هاي الجزائر جابت قويري ولا عوار ولا اي لاعب، جابته بدراهم، عطات له سيدي دراهم. انت اصلا فما ضرك هذا الامر؟ لا قويري لا هو تونسي والجزائر داتو لتونس شريته، او عوار هو تونسي وشريته من عوار قالت له لا ما تروحش لتونس، روح نعطيك دراهم باه تلعب معايا. عوار اصلا جزائري وقويري جزائري واللاعبين الجزائريين يخايروا الجزائر، وكان نص جزائري ونص تونسي. راهو يعطي يكون عنده لو شوا يخاير الجزائر او تونس، والله يسهل على كل واحد. هو السفير طايدر نص جزائري ونص تونسي خاير الجزائر. اللاعب العيدوني على ما أظن نصه جزائري ونصه تونسي، وخاير الفريق التونسي وعادي. علاه ما قلناش هو العيدوني شراتو تونس عطات له دراهم وقالت له روح العب معنا؟ هذا نسمى هذه والله يعني صراحة تعطيها حقدر، تعطيها حقدر. هذه كيما انت يا لعبت، انت مدرب منتخب وطني، اذا كنت قادر على المسؤوليه تحملها، اذا كنت مش قادر قولها من الاول مشني قادر وفراس. ولا كي انت اصلا متاهل لكاس افريقيا، حطوك باش تتاهل لكاس افريقيا سيدي، هاك جبت لهم النتيجه. انت حسب رايك هاك جبت لهم النتيجة انت ممكن غراتك، شفتها باللي راك درت انجاز كبير كي تأهلت تونس لكأس افريقيا. وهي تونس يعني من اللي عرفتها انايا وهي تأهل لكأس افريقيا هذه المرة 17، يعني انت ما درت حتى انجاز. تونس ممكن يكون حكمها انسان بسيط يعني شوية يفهم كرة قدم، في مجموعة كيما هذه أهلها عادي. انت بالك غراتك النتيجة وحطيت روحك باللي راك أهلتها مع كوديفوار، مجموعة كانت فيها كوديفوار والسنغال والجزائر وتونس تأهلت. الفريق يحتل المرتبة 140 عالميا و130 عالميا وقيل 100 عالميا. جاي تقول لي نتايا بلي راني درت معاهم انجازات، تمسخر بيا، ومن بعد تقول لهم احنا تونس ما عندناش. من وقتها تونس ما عندهاش الامكانيات، لاباس عليها تونس مش دولة فقيرة، راهي لاباس عليها. صح ممكن تمر بأزمة مالية درك، بصح ماش اسيبون اذا طيحت بقيمة اصلا بلادك سما قلبتها تونس تقول عليها مدغشقر ولا الصومال ولا ما على باليش شكون. لازم على الاقل انت اصلا مدرب لمنتخب وطني، والمنتخب الوطني اسمه منتخب تونس، يعني مهما ما تكون
راهو عند من يحتل المراتب الأولى في إفريقيا، وعنده شأن. الفرق المنتخبات الوطنية واللي تلعب كونتر المنتخب التونسي دير له قيمة واعتبار. انت كتسمع هكا هبطو ديريكت قلبتو وما يسوى والو. ربي يهديك ان شاء الله. حتى ولو الجزائر تشري اللاعبين بكل تجيبهم، مثلا سيدي انا رئيس اتحاديه ورحت جبت 13 لاعب جزائري مغترب وعطيت لهم دراهم، انت واش راح لك انت اصلا؟ علاش تضرب بيا المثل؟ كل الاتحاديه التونسيه بينات كامل تحت، يا لي زالجيريا يجيبوا في لي جوار بدراهم عطيوهم دراهم. ولا على الاقل تقدر تقول الجزائر والمغرب باه تجيب اللاعبين المغتربين تعطيهم امتيازات. حاولت تشرح دراهم ولا ما على باليش انا تمسخر بيا انت، يعني دركا قويري يستنى في الجزائر باش تمدلو دراهم، ولا عواره محرز يستنى في الجزائر باش تمدلو دراهم. يعني تا منك بصح محرز يدي 16 مليون اورو في العام الميزانية تاع الفيدرالية الجزائرية، محرز اللي عنده دراهم أكثر من ميزانية الاتحادية الجزائرية. سمات السنة دوكا في محرز على زوج دور اللي تمدهم له الاتحادية يجي للجزائر، ولا كذلك قويري اللي يسلك وقيلا الله أعلم قريب مليون أورو ولا 5 ملايين أورو في العام. عوار يدي الله يهديك. إذا كان انت خاطر ما تخلص 1000 فرنك ولا ما على باليش كيفاه، انت اللي هضر هذه اللي قلتها عندك فيها حاجة حب توصل رسالة مش بيك على انه لي زالجيريان ولا لي ماروكان يجيو بدراهم، حب توصل على اللهم اعلم وعلى ما اظن حب توصل للاتحادية او الجامعة التونسية لكرة القدم او لازم تكحي دراهم باه نتحسنوا في النتائج. على ما اظن راك تبتز فيهم، الله اعلم راك تبتز في الاتحاديه التونسيه تيراك. وطالما واش ديك الهضره هذه راك دخلتهم في حيط. بريميرمون انت اصلا مدرب، يعني او نسمع في اراء تونسيين، يعني نشوف لي يوتيوبات تونس بكل جامي واحد قال لك راك مدرب ناجح. اصلا المشوار اللي حكمت فيه ولا نادي حكمته في تونس على الاقل منعته برك دار المانتيان. راهو الفريق ليكيب اللي تحكمها طيح، يا سواء القسم الثاني ولا القسم الثالث. انت دركا باغ اكزومبل اوليو اللي تقول لهم مثلا احنا خسرنا اليوم مع غامبيا، جربت لي جوار لوكو ما يصلحوش سيدي، ما عندناش الامكانيات باه نجيبوا المحترفين او المغتربين. على الاقل تكون يعني يسمعوا لك ويعطيوك الناس بزاف يعطيوك الحق. يا ناس دوكا نعطيك مثال، دركا انت ساكن في بلاصه ومعاك جارك، انت انعم الله عليك شوي وشويه على قد حاله، انت شريت لولدك طوموبيل، هو ما عندوش الله غالب، يجي ليك دوك يقول لك علاه تشري لولدك طوموبيل؟ هاي واش يكون رد الفعل تاعك انت؟ هي الاخرى تقول له واش دخلك وتساني يا اخي دراهمي ومديتها من ولدي. هكذاك دوكا يقدر يخرج وليد صادي يبادلك، ولو انه والله يظهر لي والله ما سامع بيك ولا اصلا انت هذا هدرتها ما على باليش الخلفيه اللي قلت فيها هذه. والله يعني امر غريب جدا، يعني باه مدرب تافه منتخب يعني كبير في افريقيا يطيح النيفو لهذا المستوى. يعني والله اصلا التوانسه بالذات قالوا هذا الامر يخصك انت وحدك. اصلا التوانسه بالذات ما عجبهمش الحكايه ورجعوا لك، وزيد تتلاح للجزائر وزيد تتلاح للمروك. اليوم هذا من بعد غدوه تقول لا مصر، غير غدوه تهضر على السينيغال. هذاك كون يخليوك عام بعد افريقيا كامله تقيسها، ومن بعد تولي ممكن تولي تقول عليها فرنسا تجيب مبابي
عليها طليان ما على باليش شكون يجيب. يا ودي الله يهديك، يا غادي اخدك من حاجة كل واحد الله يسهل عليه. دركا واحد مغربي عنده أصول مغربية يحب يمثل المغرب، الله يسهل عليه، يحب يمثل البلاد اللي زاد فيها، ربي يسهل عليه، مش راح يبكي وليها لي ماروكا. هكذاك واحد الجيريان يمثل الجزائر، اللهم بارك، اهلا وسهلا. يمثل بلاد واحد اخر، ربي يسهل عليه، يبقى الجيريان في لي بابي ورياضيين راهو اوروبي وفرنسي. هذاك بلا ما نزيدو نجبدو لك دو سونطوس وكلايطون اللي ديتو بهم كأس كأس افريقيا في 2004، وواحد ما هضر عليها اصلا. اي العالم كامل، شوف العالم كامل يجنس، دول الخليج لابليبار يجنسو، جامي واحد هضر عليهم. مادام هو عنده الحق باه يلعب على روحو، واش دخلني فيها انا؟ يجيبهم يا ربي كل مجنسين، واش دخلني فيها انا؟ درك انا هذا اللي شوي يولي لسان لاعب انا برازيلي حب يمثل تونس، ولا حب يمثل المغرب، ولا حب يمثل الجزائر، ولا يمثل الامارات، وقبلوا له مثلا، قبلوا له دول الله يسهل عليه. ولو انه في دول شمال افريقيا خاصة الجزائر والمغرب ما ظنيتش تسرى هذه، يعني لازم يكون عنده اصول جزائرية او مغربية، هذه يعني بالقطع. بقى يجيب لك واحد اخر من المستحيل، يعني ظهر لي من المستحيل، والله يعلم. بصح انت اصلا بلادك هي اللي سبقت في الامر هذا. بلادك تونس في 2004 راهي جنست لاعبين برازيليين ما ينتميوش، ما يكون جاو اسيدي مغاربه ولاو توانسه، نقول لك ممكن نهضموها. كون جاو اصول جزائريه ولاو توانسه ممكن، ولا اصول عربيه من بلاد واحده اخرى. هذا دي بريزيليان دو سونتوس وكلايطون، ولا ما كاش منها هذا في 2004. اي بصح ديتو كاس افريقيا، واحد ما قالك ماك مجنس لعبوا بصحتهم، ديتو بها كاس افريقيا، وقلنا لك نورمالمون ما تجبدش حاجه خطياتك يا ولدي. انت اصلا مدرب منتخب تونس ديتو للهاويه اصلا. كون جيت انسان انت نورمال، كيما ديروا الكونفيرونس دي بريس، واش تقول لهم؟ ايها الجمهور التونسي المحترم، انا كلفت بمهمه، وهي تاهيل المنتخب الوطني اللي مر بظروف صعبه. الحمد لله وفقنا ربي باقل الاضرار، وفق تاهلنا ب10 نقاط. هذا هو واش كاين. وانا من اليوم راح اعلن استقالتي، وان شاء الله المدرب اللي يجي من ورايا يرجع الفريق التونسي للسكه الصحيحه. حنايا حاولنا باش نقدروا عليه، هذا هو المستوى، الله غالب. ان شاء الله نتمنى للفريق التونسي التوفيق في المقابله تاعو، ان شاء الله يتاهل للمونديال ويؤدي كاس افريقيا في المستوى العالي. التوانسه الكل يخرج يصرفقوا لك كامل، وتولي انسان محترم وانسان بيان، واللي كان ضدك يولي يدافع عليك. ونأكد لك باللي يدافع عليك، والله غير يدافعوا عليك، تكبر في عينين الناس. انت اصلا تأهلت بضربة حد، يعني والله غير ما تمسخر بيا. عاد توانسة في بلاطو يقولوا غامبيا كانت تأهل خير مني، خير من تونس. شوف ايماجين وجدت انت اصلا نغصت على توانسة تأهل، انت اصلا نغصت عليهم تأهل. الناس على الاقل قال لك الحمد لله تأهلنا، خرج لهم خرجة ما كانوش يستناو فيها بكل. ربي يهديك. انا من وجهة نظري يعني انسان متواضع، نعرف شوية كرة قدم. انا والله بالنسبة لي كون تخرج تعتذر وتستقيل، والله غير تحفظ ماء الوجه.
خاطر ما بالشكل هذا كون تقعد مدرب تاع الفريق التونسي راح تديه للهاوية. من والله غير راهو في خطر المنتخب التونسي. لا راك تبقى نتايا بالعقلية هذه تاعك، راهو الفريق التونسي راهو في الهاوية. انت اصلا مفلس تكتيكيا، وديجا عندك في العقلية في راسك عقلية الحسد والبغض، هذه ثانية. والحاجة الثالثة راح تدخل للتصفيات الجاية في مارس لحيانا ربي إن شاء الله، وانت أصلا بعقلية انهزامية. انت فما قاعد تقول ما عندناش لي جوار، بما راح تقابل تدرك غينيا الاستوائية وليبيريا. والله ما أصلا ما على باليش المجموعة تاعكم يعني مسهاش، بس على بالي بلي كاينة فيها ليبيريا وغينيا الاستوائية. هاك شفت المستوى تاع ليبيريا وغينيا الاستوائية معانا، يعني تقدر تقول غينيا الاستوائية مستوى متوسط وليبيريا مستوى ضعيف. دركا معاك انت كون تقعد بالسيستم هذا تاعك اللي قاعد تهضر فيه، يوليو البرازيل راح تلعب مع البرازيل ولا الارجنتين، تديهم للواد ومن بعد تقول لهم او ما عندناش لي جواري. السقيل اخويا، روح ربي يسهل عليك. علاه تكره توانسه تمسخر بيا سطاد يهز 80,000 ولا 70,000 في 500 وما تتبهدلش. هاي باينه باللي قالوا لك روح خطينا يرحم باباك وما نجيوش ندفعوا. ولا توانسه يكرهوا الفريق الوطنيه مهما ما تكون اسيدي. الانتماء اسيدي للفرق كما يقولوا ولا للنوادي، بس على الاقل سطاد يجي فيه 30,000 40,000 اسيدي، او يجيو 500 سما دو نورمالمون تاع ورا الماتش بعد الثقيل او واحد مشى ما حابك سما نتوما لازم صح لازم يجيبوا الباليه ويباليوكم. كاين والله كاينين ناس يا خوتي والله العظيم لازم يجيبوا باليه ويباليوهم هكا، يباليوهم وهما حاكمين في الباليه كي القراد هكا كي القراد. لازم ما نخرجش، لازم تكون عندك شخصيه خويا. واحد حابني ما حابنيش اخويا راه السلام عليكم. نخلي قدري ونعرف كيفاه نخرج. حتى اذا فشلت نقول لها ماني فشلت سمحوا لي، لا نجحت ونكون انايا باللي مستوايا ما نقدرش نقدم اضافه، نقول لها ماني درت لكم على الاقل شيء اللي قدرتو والسلام عليكم. تبقى محترم ما نتايا ضعيف، بس تلعبها انت ضعيف وتلعبها شغل فايق وتعرف وديك وهو هذاك وهو هذيك وما على باليش وفلانه وجاب واش دخلك فيك. ربي سبحانه يقول فضلنا بعضكم على بعض درجات. هذا هو ربي. سمع روح دوكا ناقشوا دركا قول له عليه. اذا ان شاء الله يا ربي يهديك ان شاء الله. انا حسب وجهة نظري تقدم استقالتك احسن. والله راك بهدلت بالدولة التونسية وبالجماهير التونسية وبكرة القدم التونسية. ان شاء الله يا ربي ديريكتوار هذا في جونفي يعينوا رئيس جديد منتخب ويحسن أوضاع الكرة التونسية. المهم أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم حظ سعيد. إن شاء الله نكون وفقنا في هذه الحصة. إن أعجبتكم الحصة دعمونا بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هنا. 1 2 3 فيفا الجيرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.